شايف ما شاء الله معروض كتير، شايف متنوع في الفاكهة، شايف ما شاء الله حركة بيع وشراء. خلينا نبدأ بقائمة المعروضات. ايه الفواكه المعروضة؟ الفواكه المعروضه بالصلاه على سيدنا النبي الخير كتير قوي. احنا حاليا الفاكهه الموسميه عندنا مثلا البرقوق الهيوت، البرقوق الانجليزي، البرقوق السكري، البرقوق الياباني، البرقوق الزيرو مقصود 91. بيهم سلالات بتتزرع هنا. يعني صنف البرقوق ده مثلا اعتبره دلوقتي الموجود 7 8. صنف الخوخ حاليا الدزر بيبتدي يبشر، الفريده بتروح، السكري في عز الموسم بتاعه. ده بالنسبه للخوخ. طيب الاسعار اخبارها ايه؟ السلع عرض وطلب لا يمكن لمخلوق التحكم فيها. تمام. انا مش ببيع فاكهه ومش ببيع صنف، السلعه هي اللي بتبيع نفسها. واحنا عندنا هنا كل ساعه بسعر، مش سعر ثابت. يعني ممكن الخوخ دلوقتي ب 30 جنيه، شويه يبقى ب 40، شويه يبقى ب 35، شويه ب 50، الصبح بقى ب 20. السلعه هي اللي بيبيع عرض وطلب. لكن متوسط يعني الاسعار. ما متوسط، ما انا عندي درجات. يعني عندي خوخ سكري حضرتك ببيعه ب 60 جنيه، وعندي خوخ سكري ببيعه ب 20 جنيه. والتصدير اخباره ايه معانا؟ روسيا بتاخد مننا، دبي الامارات بتاخد مننا، السعوديه بتاخد من عندنا، ليبيا بتاخد من عندنا. الانواع اللي انت قلت عليها دي كلها بتاعتنا احنا بنزرعها. احنا بتاعتنا احنا. التفاح والبرقوق الاصفر. لسه بيبشر البرقوق الياباني الاصفر اللي حضرتك بتقول عليه، احنا بنطلق عليه البرقوق الياباني. ايه فواكه تاني هتظهر الايام اللي جايه؟ كل حاجه موجوده وكل يوم بتظهر فاكهه. يعني التفاح المصري بيبتدي يبشر. بيع والشراء عندك جمله، هل في قطاعي؟ احنا ممكن نبيع بالقطع، يعني صندوق ده بالنسبه لنا قطاعي، ده القطاعي بتاعنا.